مساء الخير عليكم وحلقة جديدة من شارح تانك. هنتكلم عن الحلقة ال11 من الموسم الثالث شارك تانك، وتحديدا أسيبكم مع محمد عامر مؤسس شركة لرنوفا. لرنوفا منصة لعمل كورسات التعليمية بالاي اي. نقدر نقول انها مجمعة كذا تول اي اي مع بعض، حطاهم في مكان واحد تخليك تقدر تكريت كورس تعليمي في اي مجال على حد قول محمد باستخدام حاجات بسيطة جدا، سواء كان المحتوى ده مكتوب او المحتوى ده عبارة عن فيديو. الشركة شغالة تعتبر لسه بادئة، عملت مبيعات بحوالي 40,000 جنيه بس مع 4 عملاء، وكان محمد جاي وطالب 15 مليون جنيه مقابل 10% من الشركة، يعني مقايم الشركة ب 150 مليون جنيه وهي تعتبر لسه بادئة. في الحقيقة محمد أثناء البيتشنج عرض كل المميزات بتاعت المنصة وقد إيه هي سهلة وبيعمل إيه عشان يعمل كونتنت وإيه الأوبشنز اللي فيها وجربت إزاي، ولكن البيتش كان ناقص جدا ومش مترتب، وما قالش انا بكسب قد ايه ولا ببيع قد ايه ولا النت بروفيت بتاعي قد ايه ولا السيلز ريفينيو بتاعي قد ايه. فكانت الموضوع يعني مبهم تماما. يعني معلومه 40,000 جنيه دي اللي باع بيها عرفناها بعد كده في الديسكشن ان هو باع ب 40,000 لاربع عملاء. لما اتسال عرفنا ان هو صرف على المنصه لحد دلوقتي كتك 40,000 دولار، يعني حوالي 5 مليون جنيه مصري. والريفينيو ستريم بتاعه الأساسي هو السبسكريبشن بيس، اشتراك شهري أو سنوي سواء كنت شخص أو شركة. وهو في الحقيقة بيتارجت أكتر الشركات، لأن في ديبارتمنت في الشركات اسمه L&D اللي هو Learning and Development Department، ده بيهتم بتطوير السكيلز بتاعت الموظفين، لو عايز يزود لهم كونتنت تعليمي أو كده حاجة يعني مشتقة من الاتش ار. فهو متارجت الديبارتمنت دي بالذات في الشركات اللي هو بيقدم لها. طبعا فكرة انه جاي يطلب الرقم دوت وهو لسه بيبدأ، كان لازم يبقى فيه حاجة اسمها بروف اوف كونسبت، وهو ما عرضش تجربته مع الاربعه عملاء. يعني الاربعه عملاء دول كانوا مثلا بيصرفوا وقت قد ايه عشان يطلعوا كونتنت وفلوس قد ايه وانت عملت ايه معاهم. كان مهم قوي طالما التجربه اصلا صغيره تعرض تفاصيلها عشان تقنع الناس ان اللي انت بتقوله ده يعني تمام متجرب وناجح. في حين ان محمد فاروق يعني علق بنفس الطريقه شويه، ولكن تعليقه انا ما كنتش شايفه يعني ريليفنت قوي. محمد فاروق قال له طب انا دلوقتي مثلا في شركه عبد الله سلام او اي حد او ياسمين منصور عندهم شركات عقارات، فانا عايز ادرب موظف البيع على بيع مشروع معين، فازاي هو هيعرف او ازاي الكلام ده هيتم بكليك واحده او هيتم بسرعه؟ انه محتاج اديله كل بيانات المشروع وفي كام فيلا وكام فيلا متاحه والفيلا دي مساحتها قد ايه عشان يقدر يديله التدريب دوت. يعني انا بصراحه طبعا رد محمد ما عجبنيش قوي لان كنت شايفه مش عارف يرد عليه، لكن الحقيقه هو الهدف من التدريب مش التدريب على تفصيله بالشكل دوت، ده مش تدريب. عمليه تدريب البياع بتتم على امكانياته في البيع مش امكانياته في بيع المشروع ده. دي اسمها معلومات، انا بقعد اديله معلومات، بديله اورينتيشن عن المشروع وهو هيروح يبيعه، مش بدربه يبيع المشروع ازاي على مشروع بعينه. انا بدربه يبيع اي حاجه عقاريه، يبيع اي حاجه في الدنيا. كل دي تدريبات، كل دي ليرنينج. وعلى عكس ما قال ياسين ده هي تنفع في البيرسونال سكيلز، لا دي مش بيرسونال سكيلز، دي تعتبر حاجه تخصصيه، عمليه البيع مش عمليه البرزنتيشن مثلا او الالقاء. يعني كنت شايف بصراحه التعليق مش ريليفنت قوي، مش ده اللي معمول ليه منصه. ولكن في النهايه برضو ايمن عباس قال له يعني انت ايه الفرق بينك وبين تشات جي بي تي؟ ما لو طلبت ده من تشات جي بي تي هيطلعه لي. يعني الحقيقه هو وضح الفرق، يعني في فرق طبعا ان تشات جي بي تي لا مش هيطلعوا لك بالدقه دي، وهم بانيين لايرز معينه عشان يطلع الكونتنت منظم وتعرف تستخدمه على طول ويبقى اسهل وابسط، وده كلام جميل يعني، ولكن مش ادد فاليو جامده. وكمان الشركه لسه بتبدا وجاي تطلب 15 مليون جنيه، يعني الحقيقه كان صعب، وبالتالي طبعا خرج من غير ما ياخد اي عروض. هو حاول كذا مره يحاول يعني يعمل كامباك ولكن ما نجحش في ده، وخرج من غير اي عروض من الفقره دي. وده كان ملخص الفقره بتاعت ليرنوفا في الحلقه ال11 من الموسم الثالث شارك تانك. لو عندكم اي اسئله او استفسارات اكتبوا لنا في الكومنتات. لو عايزيننا نتكلم في اي مواضيع تانية خاصه بالبيزنس ابعتوا لنا على طول. ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو انتم على اليوتيوب تعملوا سبسكرايب للقناه. ما تنسوش تتفرجوا على الحلقات اللي جايه والحلقات اللي فاتت من شرح تانك.